عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى من الله يلقاكم هذا الفيديو في كامل الصحة والسلامة. المهم الإخوان، كما شفنا كاملين المغاربة كل شيء اليوم فرحة هستيرية بعد فوز المنتخب المغربي على نظيره المنتخب البلجيكي بهدفين مقابل صفر. يعني الاخوان كنشوفوا اليوم بان المنتخب المغربي كان خدا الصداره ديالو. هادشي علاش مبغيتش ندير الفيديو بعد ما سالا الماتش مباشره، وقلت نتسنى حتى نتفرج في المنتخب ديال كرواتيا امام المنتخب الكندي، اللي كنشوفوا الهزيمه اللي كانت ساحقه للمنتخب الكندي امام المنتخب الكرواتي ب4 أهداف مقابل هدف واحد. وهنا خدات الصداره كرواتيا اللي كنا حنا واخدين الصداره بعد ما فزنا على المنتخب البلجيكي بهدفين لصفر. ولكن بعد ما كما كنعرفوا حنا كاملين المغاربه في الجوله الاولى وفي الماتش الاول كنا تأهلنا مع كرواتيا 0-0 وخدينا حنا نقطة وهما نقطة. حنا اليوم فزنا بجوج الأهداف مقابل 0 هدف مع بلجيكا اللي كنعرفوها كذلك أنها ربحات الماتش الأول واللي عندها في الرصيد ديالها 3 نقاط. مع الفوز ديالنا على بلجيكا أصبحنا كناخذوا الصدارة للمنتخب المغربي برصيد 4 نقاط مع هدفين. ولكن الإخوان بعد الماتش ديال بلجيكا مع كندا كرواتيا مع كندا شفنا ديك الساعة أن كرواتيا بعد نهائية المباراة أنها فازت ب4-1 وتصدرات المجموعة في المرتبة الأولى ب4 نقاط زائد 4 أهداف. تابع المرتبة الثانية المنتخب المغربي ب4 نقاط وكذلك بهدفين. تابع المنتخب البلجيكي ب3 أهداف وكذلك المرتبة الرابعة للمنتخب الكندي، واللي كنقولوا من هنا ودع المونديال. كيبقى لنا امامه يعني الفوز ديالو لكي نتصدر المجموعه او نبقى في المجموعه في المرتبه الثانيه اذا خسرات بلجيكا وحنا تعادلنا او حنا خسرنا. يعني في هذه المرحله اننا غنكونوا في المرتبه الثانيه. كنقولوا هارد لاك للمنتخب الكندي، يعني المونديال الجاي ان شاء الله انه ما كتبش. وهذا الشيء غير كره. غنجيو نتكلموا على النقطه والتشكيله اللي كنعرفوا دخل بها المدرب المغربي وليد الركراكي مع نظيره المنتخب البلجيكي، واللي فزنا فيه واللي بزاف الناس كيعاتبوا المدرب وليد الركراكي. ولا كذلك ولو اننا ربحنا هذه المباراه وكانت فرحه للمغاربه اللي كنا كنتسناوها بفارغ الصبر. كنا كنشوفوا الجيران ديالنا انه كيتشفاو والبعض منهم انه كان كيشجع، ولكن كيبقى فخر العرب المنتخب المغربي بهذه النتيجه الساحقه. الا جينا نتكلموا على الاداء الناس اللي ما عجبهمش المنتخب المغربي امام نظيره المنتخب الكرواتي اللي كنعرفوا انه كياخذ المرتبه الثانيه في كاس العالم اللي داز ديال 2018 ديال روسيا. كنشوفوا مقارنه اللعب ديالنا كمنتخب مغربي مع المنتخب الكرواتي اللي تعادلنا في المباراه واللي كانت مباراه بدون اهداف، عكس المباراه مع كندا اللي بان واحد الديفيرونس كبيره الاخوان. وشفنا الاداء ديال كرواتيا اللي كنا حنا زمتنا ليها اللعب بالتشكيله الاساسيه اللي كنعرفوا حراسه المرمى اللي كان فيها ياسين بونو. من بعد شفنا الظهير الايمن اللي كان هو حكيمي. شفنا كذلك ظهير ايسر اللي كان فيه المزراوي. شفنا نايف اكرد وغانم سيس. من بعد شفنا المرابط وناحي، وكذلك شفنا الطرف الثالث اللي كان هو سليم أملاح اللي شفنا رغم الإصابة. وشفنا كذلك في الهجوم اللي كان نصيري، وكذلك شفنا بوفال على الجهة اليسرى وعلى الجهة على الجهة اليمنى. وشفنا كذلك زياش على الجهة اليسرى اللي كان قدم مباراة رائعة، مع العلم بأن بان الريتم لأنه ما كيلعبش بزاف في تشيلسي. المهم الاخوان، كانت هذه التشكيله اللي حتى الدقيقه 81 ودارت شونجمون وليد الركراكي باش دخل حمد الله وتماكين تحت ليه الفرصه انه ولو الكره ما بغاتوش. وشفنا واحد المباراه اللي كانت قدمات
رائعه. ولكن الاخوان المباراه ديال اليوم اللي كانت نفس التشكيله الا في الاخير انه كان واحد الشونجمون. اول حاجه غنتكلموا بعد العزف النشيد الوطني للمنتخب المغربي. تما كاين شفنا ان حارس المرمى ياسين بونو اللي كان حس بواحد الدوران، حس بواحد الدوخه، ومن بعد انه اضطر باش ما يحرقش واحد الشونجمون او يمشي لنا واحد الشونجمون، مشى عند وليد الركراكي المدرب المنتخب المغربي وقال له بانني كنحس بواحد الدوخه، ما نقدرش نلعب الماتش، وما بغيتش اننا نضيعوا قدامنا 3 النقاط. وتما كاين دخل منير المحمدي اللي كنعرفوا كذلك، اللي كان شارك في كأس العالم النسخة الماضية واللي كانت في 2018 ديال روسيا. من بعد الاخوان شفنا المنتخب يعني اعطى واحد الاداء اللي هو زوين، مع العلم بان كاين الاصابه ديال املاح اللي شفنا حتى هو كذلك خد واحد الشونجمون، شفنا الاصابه ديال الحكيمي، شفنا كذلك الاصابه ديال المزراوي. ورغم هذا ان هنا كيفعلوا الاسود ولعبوا في المباراه واللي كان واحد الضغط عالي. بعد اننا كنشوفوا واحد الشونجمون اللي كان بان يحيى عطيه الله اللي خدا المكان ديال نصير المزراوي، وكذلك اللي كان واحد الشونجمون مع حكيمي بان حكيمي كان خرج وخدا نصير المزراوي المكان ديال حكيمي. وشفنا مباراه اللي تقدمات رائعه. من بعد اننا شفنا شونجمون اللي كان شونجا فيه سليم املاح، وكذلك اللي شفنا فيه انه اناحي عز الدين حتى هو كذلك خرج، وخرج كذلك نصيري اللي كان بزاف المغاربه وانا منهم اللي ما عجبناش الاداء ديالو، ولكن رغم هذا ان كيعطي وليد الركراكي حنا كنقولوا من هنا كفى اننا صافي اقتنعنا باللعب ديال نصيري، او دير لهم شونجمون يلعب حمد الله الى الدقيقه 70 او 80 كما درتي في المباراه الاولى امام الكروات، ويدخل ديك الساعه مكانه نصيري او يلعب نصيري البروميير ميطا حتى توصل الدقيقه 40 ويخرجوا يلعب هذيك 5 دقائق الحمد لله، ومن بعد انه يلعب دوزيام ميطا باش يتاقلم مع المباراه. هنا شفنا انه كان واحد الشونجمون اللي في المستوى واللي دخل فيه زكريا بوخلال، وكذلك شفنا فيه الصبيري وشفنا فيه حمد الله، والاول هدف اللي كان من ضربه ثابته من عند الصبيري، وكذلك الهدف الثاني اللي كيرجع لفضل الحكيم زياش اللي عطاها البوخلال، وكانوا جوج ديال الشونجمون هما اللي دخلوا وسجلوا الاهداف. وهنا كنقولوا فوز المنتخب المغربي بمباراه ساحقه امام بلجيكا. كنتمناو ان يكون حظ موفق للمنتخب المغربي امام كندا، مع العلم بان كندا تقصات من مونديال ديال قطر. نتمناو اننا نفوزوا عليهم حتى التعادل يعني كيكون بالنسبه لنا انها لا ربحات بلجيكا غتولي في المرتبه الثانيه.